قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن قسد ستطلب قدرات فنية وزيادة في أنظمة الدفاع الجوي في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحاول بذل الجهود لمنع هجمات الميليشيات الإيرانية ضد قسد في المنطقة. بالطبع من أجل اتخاذ تدابير ضد هذه الهجمات يعني تتطلب يعني إمكانيات تقنية وزيادة خلينا نقول يعني زيادة الوسائل الدفاع الجوي. هناك يعني مستجدات أيضا في تطور خطير من خلال يعني تعرض قواعدنا للهجمات مسيرات الفصائل المدعومة من إيران. هذا خطر جديد، نحاول التعامل مع هذا الخطر. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور العميد الركن المتقاعد ناظم صبحي، ناظم توفيق، المحلل العسكري والاستراتيجي معنا في الاستوديو، ومعنا هوشانك أوسي الكاتب والصحفي من أوستند في بلجيكا. مرحبا بكما. دكتور صبحي، هل يمكن للولايات المتحدة فعلا أن تزود قسد بمنظومات دفاع جوي؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم، يمكن أن تزود قسد بمنظومات دفاع جوي، ولكن ليس بمستوى المنظومات الاستراتيجية مثل الباتريوت مثلا أو منظومة السيرام باهظة الثمن بالتأكيد يعني. ولكن هناك صواريخ أو منظومات دفاع جوي تحمل على الكتف مثلا أو تركب على عجلات دفع رباعي وما إلى ذلك. هذه من الإمكانيات المتاحة طبعا للولايات المتحدة الأمريكية، وعليها وجوبا تزويد قوات قسد ما دامت هي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شكلتها وهي تابعة لها بالتأكيد. وهناك مخاطر كبيرة يعني سواء من الأرض العراقية في أقصى غربي العراق أو حتى من الداخل شرق سوريا أو شمال شرق سوريا. هذه القوات مستهدفة مثل ما نعرف. يوم الاثنين الماضي استهدفت أكاديمية تابعة لقسد وقتل 6 من منتسبي قسد في ربما في قاعة المنام أو في غرفة ما، يعني كانوا بالتأكيد مجتمعين. وهذه الاستهدافات ليلا ونهارا إذن يتطلب أو تتطلب أن تكون هناك منظومات دفاع جوي، يعني على سبيل المثال ستينجر هي متاحة رخيصة الثمن وثمن عفوا وسهلة الاستخدام. طيب أستاذ هوشانك، هل هو فعلا يعني زيادة الاستهداف من قبل ميليشيات إيرانية لقواعد أمريكية ولقسد هو ما يجعل مظلوم عبدي يطالب يعني بهذا المطلب؟ لماذا بهذا التوقيت يعني تحديدا؟ لنركز على الشق المتعلق بقسد، لأنه القواعد الأمريكية محمية بشكل أو بآخر من منظومة دفاع جوي. مظلوم عبدي يطالب القواعد العسكرية التابعة لقسد، ما له علاقة بالقواعد الأمريكية. الأمريكيين يحمون أنفسهم. لكن دعني أختلف مع ضيف في الاستوديو فيما يتعلق بوجوب أو جواز منح الأمريكيين مضادات جوية حتى ولو على المستوى يعني الرخيصة أو كذا أو الموضوع لا يتعلق. أنا أستبعد ذلك. يعني لماذا أستبعد ذلك؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف، يعني مش بس أمريكا، الفرنسيين والبريطانيين والألمان لم يمنحوا قسد مضادات مدرعات وعربات عسكرية حتى على الأرض حتى يمنحوها مضادات جوية، لأنه هنالك مخاوف وخشية من انتقال هذه الدفاعات الجوية إلى حزب العمال الكردستاني ويتم استخدامها ضد القوات التركية سواء الجوية منها والبرية. في تقديري أنه هذه محاولة استهداف الميليشيات الإيرانية لقسد لربما يعني تعزز فرص الحصول على هذه الأسلحة والدفاعات الجوية. لكن هل تحسم القرار يعني بضرورة المنح؟ هذا استبعده لأسباب ذكرتها، لأنه الأمريكيين يعلمون يعني وإذا كانوا يتعاملون مع قوات قسد بمنطق الحليف الاستراتيجي لكانوا
لكانوا منحوا قسد مضادات أرضية ومضادات جوية، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف قسد من قبل الإيرانيين ومن قبل الأتراك أيضا. يعني الأمريكيين لم يحموا قسد لا من الهجمات التركية ولا من الهجمات الإيرانية مع الأسف الشديد. ودعني أعطف على ذلك، يعني مستوى دعم تركيا لحلفائها من الميليشيات الموجودة في عفرين ومنطقة درع الفرات أعلى بكثير من مستوى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقسد. إن جاز لنا أن نقارن مستويات الدعم والتسليح بأسلحات شديدة وفتاكة. طيب. الأمريكيين تعاملوا مع قسد وحتى هذه اللحظة تعامل يشبه يعني جنود تحت الطلب، وليس قوة عسكرية استراتيجية ينبغي دعمها وحمايتها أرضا وجوا. طيب دكتور صبحي، هذه نقطة مهمة. يعني هذا السلاح النوعي لو وصل لقسد يخشى أن يعني يصل لحزب العمال الكردستاني وأن يستخدم ضد تركيا كما يقول ضيفنا، وبالتالي ألا يجعل ذلك يعني أمر تزويد قسد بسلاح مضادات جوية متطورة أمرا سيغضب الحليف التركي، يعني الذي يصنف أصلا يعني كل الأذرع المنبثقة عن حزب العمال وحتى قسد منظمات إرهابية، وبالتالي يعني هذا يحدث خللا وخطرا يؤثر على تركيا الحليف للولايات المتحدة؟ نعم، صدقت وصدق السيد الضيف أيضا في هذا المجال. أنا تحدثت عن من الناحية العسكرية فقط وليس من الناحية السياسية. نعم، هناك احتمال كبير فيما إذا زودت قسد بهذه المنظومات أن تسرب هذه المنظومات ربما إلى قوات أخرى مثل البكك على سبيل المثال، وأي منظمة كردية متطرفة أخرى معادية أو مناهضة للتوجه التركي في أقصى شمالي سوريا في ثلاث مناطق على الأقل. نعم، هناك قد يكون هناك اعتراض تركي في هذا المجال وله الحق في ذلك، ولكن من ناحية أخرى للحفاظ على هذه القوة التابعة أو المؤتمرة بإمرة الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على نفس أو تحافظ عليها. طيب من الناحية العسكرية هل هناك ما يضمن إذا زودت الولايات المتحدة بنوع معين مثل ستينجر مثلا كما قلت لقسد أن تضمن أن يتم استخدام هذه المنظومة لأهداف محددة، يعني مثلا ضد ميليشيات إيرانية وليس ضد تركيا مثلا، هل تستطيع ضمان ذلك؟ نعم. من الذي يستهدف قسد في هذه الأوقات أو في المدة القريبة القادمة؟ الفصائل العراقية وغير العراقية، أفغانية وغير الأفغانية، الباكستانية وغير الباكستانية، هم الذين ربما يستهدفون قسد في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب. ولكن ماذا سيحدث بعدئذ هذا لا يمكن التكهن به بالوقت الحاضر، واحد. وثانيا هناك مشكلة كبرى. نحن سمعنا في الإعلام بالأسابيع الأخيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي الانسحاب من الأرض السورية. إذا انسحبت من الأرض السورية فمعنى ذلك قسد ستكون قوات سوريا الديمقراطية ستكون في خطر أكبر بالتأكيد، يعني ولا تستطيع أن تحافظ على نفسها في المجال العملياتي والمجال حتى التكتيكي. هذه نقطة مهمة يعني أستاذ هوشانك، هل هذا سيناريو وارد؟ أشار إليه تقرير أيضا، يعني كل فترة يكون هناك أنباء، ومن فترة كان هناك رويترز نقلت أيضا عن فكرة احتمال انسحاب قوات الأمريكية من سوريا، رغم يعني يخرج مسؤولون أمريكيون في الغالب ينفون، لكن ما مدى يعني احتمال ذلك أن الولايات المتحدة أحيانا يعني ربما يشير بعض المراقبين تشعر بأنها لا تريد أن تتورط في المنطقة، لا تزعج من ناحية إيران، تتعرض قواعدها لضربات من إيران وبالتالي تنسحب، وكي لا تقول قسد يعني تركتم حليفكم أو يعني القوات يعني الشريكة على الأرض كما تسمى قسد لوحدها، نزودكم بمضاد طيران وأنتم احموا أنفسكم بأنفسكم. هل هذا وارد؟ شوف، أنا مش خبير عسكري، لكن فيما يتعلق بالتحليل الميداني أو التحليل السياسي اسمح لي أن أقول لك شيء. القرارات الاستراتيجية فيما يتعلق بالتواجد والانسحاب لا تتخذها الإدارة الأمريكية في المراحل الانتقالية، مراحل نهاية ولاية وبداية ولاية أخرى.
لئلا يتم يعني ينعكس ذلك سلبا على مسألة الانتخابات وما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قرار الانسحاب حاليا في هذه الظروف أستبعده ذلك، لكن يبقى احتمالا قائما. أما ما يعني تعزيز القوى الدفاعية لدى قوات سوريا الديمقراطية، هذا يفترض كما قال ضيفك أنه إن كانت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف صميمية وجادة في دعم هذه القوات لدعمتها على الأرض بالدرجة الأولى بمضادات أرضية، مضادات مدرعات. شوف لو كانت قوات سوريا الديمقراطية تمتلك تلك القوة الدفاعية الأرضية البرية الرادعة، يعني لكانت ربما الآن كلام آخر في عفرين. لكانت الآن قوات سوريا الديمقراطية مسيطرة على عفرين. عدم وجود تلك المضادات الأرضية الدفاعية والجوية يعني ساهم في ما حدث في منطقة عفرين من التوغل التركي والقوات التابعة للجيش التركي. بالعودة إلى سؤالك، يعني لا يعني مسألة يعني أنا أنظر بعين الريبة بهذا الموضوع. يعني لماذا تستهدف الميليشيات الإيرانية قسد الآن نأت بنفسها عن الخوض في معارك مع الأمريكيين ضد الميليشيات الإيرانية. الميليشيات الإيرانية تستهدف، يفترض بها أن تستهدف القواعد الأمريكية، ويعني قسد أخذت موقف الحياد علنيا ورسميا وعملياتيا على الأرض. لماذا تستهدفها الآن بهذه الفرصة؟ طيب. ربما يعني يعني بخيط يقودني على يعني مسألة التنسيق، أنه كي نحرض الأمريكيين والأوروبيين على دعمنا وتزويدنا بالمضادات الجوية لنتوقف عن السردية التركية والاستهداف التركي ونتناول سردية أخرى هي الاستهداف الإيراني، مما يعني يعزز أسهم قسد في إمكانية منحها مضادات جوية أو تقنية جوية تحمي نفسها من الاستهدافات والدرونات سواء كانت تركية أو إيرانية. طيب دكتور صبحي، في أقل من دقيقة، لو زودت قسد بالمضادات الجوية أو لم تزود، ما تأثير ذلك عسكريا على يعني المنطقة؟ نعم، إذا لم تزود فهناك أخطار أكثر أو أضخم أو أعظم على القوات سوريا الديمقراطية. وإن زودت فهي تستطيع نوعا ما الدفاع عن نفسها، فيما إذا أجاد منتسبوها أو الأفراد المتدربون على هذا السلاح للدفاع عن مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وهناك نقطة أخرى بالمناسبة، أن تتخذ قوات سوريا الديمقراطية ما يسمى بالإجراءات السلبية وليس إجراءات إيجابية، يعني ليس عن طريق الأسلحة المضادة للدروع أو للطائرات وما إلى ذلك، وإنما يتفرقون وليس أكاديمية مثل الأكاديميات الاعتيادية في المدن أو لدى الدول. شكرا جزيلا لك دكتور صبحي ناظم توفيق العميد الركن المتقاعد، كنت معنا هنا في الاستوديو، وبضيفنا هوشانك أوسي الكاتب الصحفي من بلجيكا. شكرا جزيلا. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، إلى اللقاء.